يا مساء الفل، مساء الهنا، مساء السعادة، وخير ما نبدأ به الكلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. ومع أكل آخر الليل اللي هو المزعج لينا جميعا ده، زنوا قالوا دليفري. لا، طلعنا خضار سوتيه بنبقى مجهزينه في الفريزر كده مع بعض. شوحنا حتة زبدة وملح وفلفل أو بزيت زيتون زي ما انت عايز، لا فتحنا فرن ولا عملنا حاجة. ده في مقلاية عادية اهو. وبانيه من اللي احنا مجهزينه برضو في الفريزر، طلعناه وقليناه اهو. انا حطاه على منديل مطبخ بس يشرب الزيت. واحنا في الليله المفترجه دي ومستنيين كلنا نتائج الثانويه العامه، نقول لولادنا وبناتنا ان شاء الله باذن الله الصبح تكون نتيجه الهنا والسعد، وتكون بدايه مستقبل جميل مشرق تحققوا فيه كل ما تتمنوا ببركه سيدنا النبي ان شاء الله باذن الله. وزي ما احنا بندعي لكم كده، ادعوا لنا نتخلص من وجبه نص الليل دي لانها وجبه مزعجه جدا. وخلونا نفكر بعض ان صيام اتنين وخميس ده بيدينا طاقة جامدة طول الأسبوع، وبيخلينا نبقى مع ربنا متواصلين، وفي نفس الوقت بيخلي صحتنا في منتهى الجمال. وإن شاء الله ربنا يوفقكم جميعا ويطمنا عليكم. نفكر بعض بالصيام، نفكر بعض بكل حاجة حلوة، ونبارك لكل اللي مستنيين نتيجتهم إن شاء الله بإذن الله. وخير ما نبدأ به الحديث، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. خليكي معايا واوعي تقلبي المحط.